عمار العزكي يفوز بلقب عرب ايدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهرم رئيسي من قناة المقرون. وقبل ما ابدا الفيديو اتمنى الان كل واحد فيكم ينزل له تحت الفيديو يضغط لايك للفيديو واشتراك بالقناة بالزر الاحمر اشتراك او سبسكرايب ويضغط جرس التنبيهات عشان توصله كل الفيديوهات. باقي 100 مشترك ونوصل 5000 مشترك، واذا وصلنا 10000 مشترك بيكون في راعي رسمي لقناة المقرون وبيكون في سحب على جوالات وتابلت بعد ما نوصل 10000 مشترك بكل الفيديوهات. اشترك بالقناة عشان تدخل السحب ويمكن تكون احد الفائزين. ونبدا الفيديو. عمار العزكي الان وصل لاخر مرحله وباقي يومين، يا يكون اللقب يمني او فلسطيني. يعقوب ودندن المشتركين الاثنين من فلسطين، والاثنين اصواتهم قويه جدا ومعاهم جمهور كبير جدا، عشان كذا المنافسه عمرها ما بتكون سهله. وفي اليومين هذه بنثبت لهم ان اليمن هي اللي بتاخذ اللقب، عشان كذا لازم نكثر التصويت عشان عمار العزكي يكون فرحه وطن. في ناس تقول لو عمار العزكي فاز باللقب ممكن انه ما عاد يذكر اليمن ولا يرجع اليمن. اعتقد هذا الموضوع ما ينفع نحكم فيه على الشخص الا بعد ما يفوز، ساعتها بنحكم. والاهم ان احنا نصوت عشان اللقب يكون يمني قبل ما يكون اللقب لعمار العزكي. وخليكم من الاخبار الكاذبه ومن الناس اللي تحارب المواهب، وصوتوا لعمار العزكي على الرقم 14. والان بتشوفوا فيديوهات لبعض جمهور قناه المقرون دعما لعمار العزكي. ادعموا عمار العزكي رقم 14 في برنامج عرب ايدل واللقب يمني. صوتوا للفنان عمار العزكي على رقم 14. اللقب يمني بإذن الله. علي ضياء أكرم. اتمنى من الجميع التصويت لفخر اليمن عمار العزكي على الرقم 14. صوتوا للفنان اليمني عمار العزكي على الرقم 14 في عرب ايدل. صوتوا لعمار العزكي على الرقم 14. صوتوا لعمار العزكي على رقم 14 اللقب يمني. صوتوا لعمار العزكي على الرقم 14 اللقب يمني. أصوت وأشد للفنان الرائع عمار العزكي على الرقم 14 لا تنسوا. صوتوا للفنان اليمني عمار العزكي على الرقم 14 من مملكة البحرين. الرجاء التصويت على الرقم 14 لعمار العزكي. صالح الحرقة من محافظة إب، صوتوا لعمار العزكي على الرقم 14. صوتوا لابن اليمن عمار العزكي على الرقم 14. صوتوا لابن اليمن عمار العزكي على الرقم 14 وإن شاء الله اللقب يمني. وفي الاخير لا تنسوا تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه بالزر الاحمر اللي تحت عشان نوصل 10000 مشترك ويكون في سحب على جوالات وتابلت بالفيديوهات الجايه. والسلام عليكم.